السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقائنا مع الجزء الثاني اللي هي الأكلات باللحمة المفرومة. الوجبة الأولانية لازانيا باللحمة المفرومة، قطايف باللحمة المفرومة، مسقعة باللحمة المفرومة، كفتة بالرز وبالصلصة، كفتة الرز بالصلصة ومعاها رز بالشعرية، مكرونة بشاميل، صينية جلاش باللحمة المفرومة، كانيلولي باللحمة المفرومة والبشاميل، سمبوسك أو فطاير أو بيتزا باللحمة المفرومة، صينية رقاق باللحمة المفرومة، كفتة لحمة مشوية، حواوشي باللحمة المفرومة، طاسة سجق بالبطاطس والجبنة، كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل، وممكن تبقى كوسة باللحمة المفرومة بس مش لازم يعني البشاميل، كفتة داوود باشا مع الرز الأبيض، الكوبيبة شامي والكوبيبة الغمراوي. برجر اللحمة، قالب اللحمة المفرومة المحشي خضار أو جبن، ميت لوف يعني، بيض بالبسطرمة، بيض بالبلوبيف، سجق اسكندراني، كفتة بانيه، البفتيك الكداب، العرق الكداب، عرق اللحمة الباردة ده عرق كداب بيبقى باللحمة المفرومة، بطاطس بانيه محشية باللحمة المفرومة، بطاطس محشية باللحمة المفرومة، طاجن مكرونة فرن باللحمة المفرومة. زي ما قلنا هنجمع الأكلات ديت في ورقة أو في أجندة، ونقدر إن احنا نختار منها كل يوم الصبح أو كل أسبوع زي ما احنا عايزين، نقدر نحدد الوجبات بتاعتنا سواء أسبوعية أو يومية أو شهرية زي ما احنا عايزين.